انا عارف انك مش بتحب تاخدها في وشك كده يا كابتني، بس انت عندك رجل اكبر من رجله. في الفيديو بتاع النهارده هقول لك العلاج والسر اللي هيخلي رجليك متناسقه اكتر وعندك ضخامه عضليه في رجليك اكتر. فكل اللي عليك دلوقتي تتاكد انك تكون عامل متابعه وشير لصاحبك وتجهز معايا وتكتب لي كلمه السر في الكومنتات يا متين يا رب، ويلا بينا. هنبتدي تمرينة الرجلين بتاعت النهارده يا كابتني لعلاج مشكله مهمه جدا، وهي عدم التناسق ما بين الجزء اليمين والشمال. فلو في خادك الفخذ اليمين مختلف عن الفخذ الشمال، الترتيب بتاع التمرين بتاع النهارده يفرق جدا. فهبتدي التمرينه على الرفرفه الامامي او الليج اكستنشن. يلا بينا. هنبتدي بالجنب الضعيف عندي النهارده عشان اقدر اصلح المشكله بتاعته، هو الجزء الشمال. فاللي انا هعمله بالظبط واللي انت هتعمله طول التمرين معايا، اللي انت هتلعب على الجزء الشمال من جسمك او على الجزء الضعيف. يعني مثلا انا هبتدي بالشمال النهارده، لو جبت بيها مثلا 50 كيلو 10 عدات ورجليا اليمين قادره تشيل اكتر وعدات اكتر، لا هتتابع برده نفس الوزن ونفس العدات بالظبط. يلا بينا. بعد العظمه اللي عملناها على الليج اكستنشن نخش على الليج بريس برجل واحده بس، واحط رجلي في النص. وخد بالك اللي انت لازم تحط الوزن من تحت مش من فوق علشان تستهدف الاماميات اكتر من الخلفيات. هحط رجلي في النص مايله اللي هي تكون في النص، افرد ظهري كويس وازق. هدخل بعديها سمانه وانا رجلي مفروده عشان اقدر اجيب القلب المقلوب اللي انت بتشوفه شكله مغري قوي. احط رجلي مشط رجلي في الاول، ازق لفوق واخد الحركه من تحت لفوق. 1 2 3 4 5. هدخل بعدها كابتني طعن بالدمبل علشان اكمل بقيه الحمل التدريبي العنيف جدا اللي انا بحطه على رجليا النهارده لجزء يمين او جزء شمال. همسك الدمبل بتاعي، افرد ظهري كويس، اخد خطوه لقدام، اوسع الخطوه بتاعتي اللي ورا، وانزل قبل ما ركبتي تخبط الارض اكون طالع تاني. 2 3 4 5 6. التمرينه بتاعت النهارده قويه جدا، عايزك بس تجربها وتقول لي رايك في الكومنت. بعد ما خدت 5 دقائق من الراحه هدخل بعديها رومانيان ديد ليفت، اطلع وسطي لورا وابتدي انزل، احس بشد في الخلفيات، اسحب بوسطي وازق لقدام. 1 2 3. وبكده يا كابتني خدنا تمرينه رجلين النهارده من احسن الزوايا الفعاله. كل اللي عليك انك تسيفها عندك او تحملها وتتفرج عليها بعدين وتاخدها، وصدقني هتلاقي نتيجه كويسه جدا. وتتاكد انك تكون عامل متابعه وشير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد. ولو عندك سؤال في اي حاجه يا ريت تسيبه لي في المسج، انا برد على كل الرسائل. ولو محتاج نظام تدريبي وغذائي مصممين لاهدافك، انا عامل لك عرض دلوقتي مهم جدا، ابعت تسالني عليه عشان